ظهر فيديو امبارح لأبو تريكة في استوديو بين سبورتس. خد المساحة من العامل المسؤول هناك عن تنظيف الاستوديو كده، وبيمسح مكانه وبيساعده. وانا شايف ان هو فيديو جميل، تصرف نبيل من الراجل، بيساعد الراجل العامل ده. والحاجات دي بتقربك من الناس دي، وبتخليهم يحبوك اكتر، وبتخليهم يتعاملوا معاك بنفسية كويسة وكل الحاجات الحلوة. وفيديو جميل يعني. فطلع علينا منظرين السوشيال ميديا، بتاع اللقطة دي لقطة، انت. طيب انا هسأل سؤال: هل ابو تريكة ال 90% ويمكن اكتر شايفين انه اعظم لعيب في تاريخ الاهلي، بل بقى واعظم لعيب في تاريخ مصر كلها؟ طبعا هنستثني محمد صلاح لانجازاته الاوروبيه، بس في ناس كتير برضو من الاهلاويه شايفين انه اعظم من محمد صلاح. تمام، ده رايهم، الكره اراء، ودي حلاوتها عامه. مش بتكلم في دي دلوقتي، بتكلم في ان يعني هو ابو تريكه لما يحتاج لقطه هيجيب مساحه يقعد يمسح الاستوديو؟ شويه عقل برضو يعني. للاسف احنا كجمهور كوره دايما بنحاول نقلل من رموز واساطير ولاعبين الفريق المنافس. هنا بالذات بتمشي كده قوي، معرفش ليه. يعني انا دلوقتي عشان مثلا اقدم مصداقيه لكلامي او ابين لك نيتي الصافيه، اقول لك مع اني زملكاوي لكن شايف ان ابو تريكه، هو انا محتاج ابرر، محتاج اقول ان انا زملكاوي بس شايف عشان الطبيعي ان انا ابقى زملكاوي؟ يعني فمش شايف ان دي لقطه. هو الموضوع ملوش اي علاقه بالكوره. انا حتى في اول الكلام تعمدت اني ما اقولش مع اني زملكاوي بس شايف، لان هو ملوش اي علاقه بالانتماء. انت شايف الموضوع ازاي؟ انا مش هقول لك ان ابو تريكه عمره في حياته ما عمل لقطات، بيعمل لقطات طبعا، وبيحب ياخد لقطات. في لقطه زعلت زملكاويه منه لما قال لك هم ليه الزملكاويه، كان بيحلل اصلا ماتش في الدوري الانجليزي يعني ملوش اي علاقه بالاهلي والزمالك، قال لك هم الزملكاويه ليه ما بيحبونيش؟ عشان انا جاي فيهم 13 جون وراح عامل كده. وفي زملكاويه كتير قال لك هو انا كنت بحبك بس بعد الوقت ما بقتش احبك. فابو تريكه بيعمل ساعات لقطات، مع ان انا شايف ان هو مش محتاجها حد بحجم ونجوميه ابو تريكه. يعني ابو تريكه خرج من مصر وممنوع من ان هو يجي مصر، وما قدرش حتى لما والده توفى يقدر يجي يدفنه بقضيه سياسيه، ورغم كده له شعبيه غير طبيعيه غير طبيعيه. فابو تريكه مش محتاج لقطه، بس هو ساعات بيعمل لقطات بصراحه يعني. بس بتبقى غالبا حاجات في اراء كرويه، مش هيقوم يمسح الاستوديو ويعمل بيه لقطه. يعني هو مثلا في موضوع تشيلسي من السنه اللي فاتت، هو ايه لما قال فرقه المليار وقعد يتريق على الفلوس لما كانوا بيتعادلوا وبيخسروا في اول الدوري، وبعد كده طلعوا من التوب فور وخدوا الكونفرنس كاب وخدوا كاس العالم للانديه. هو برضه لسه مصمم على رايه امبارح بعد ما تعادلوا مع كريستال بالاس، وشايف انه ان الفلوس دي مش بحجم الانجازات. طبعا هو هيعملوا ايه اكتر من كده بالبطولات اللي بيخشوها بيكسبوها وبيعملوا التارجت بتاعهم في الدوري؟ ما هم يعني مانشستر يونايتد مثلا، لو انت عايز تتكلم الكلام ده قول، يعني اولى تقوله على مانشستر يونايتد. فابو تريكه بيعمل لقطات ساعات بس في اراء كرويه، لكن مش هيقوم ياخد مساحه من عامل ويخلي حد يصوره ويمسح الاستوديو. مش شايفها كده خالص، مش منطقيه بالنسبه لي. وعلى العكس برضو في نقطة إهانة، تعمد بعض الجماهير إهانة رموز الفريق الآخر. من يومين في ماتش الزمالك والمقاولين، لما شيكابالا حضر وجماهير الزمالك عملت له صنارة وعملت له تيفو. قال لك وش السعد اهو، اول الماتش يحضره في الموسم الزمالك اتعادل اهو شيكابالا. الراجل اعتذر خلاص، اعتزل سابها لكم. برضو اي حاجة يظهر لازم يتم التقليل منه. ف انا مش هعمل زيهم. وانا اسف حاجه كنت اطلع اقول ابو تريكه بياخد لقطه ويبقى عندي حجه وهيبقى عندي كلام يقنعك وهيبقى عندي اصلا ناس تسند الراي ده، لان اصلا ده الراي السائد. لكن انا بقول لك اللي انا شايفه.
ان ابو تريكة ساعات بيعمل لقطات بس دي ما كانتش لقطه. وان زي ما في جماهير من الاهلي تتعمد اهانه شيكابالا، في جماهير من الزمالك بتتعمد اهانه ابو تريكة. لكن صدقوني مش دي الكوره. انا كده ما انتصرتش ولا انا كده يعني. بحس انها حاجه تافهه، حاجه طفوليه بصراحه يعني. فامبارح هازارد وهو يعني احد نجوم تشيلسي ولعيب عظيم يعني، هو للاسف مسيرته تحولت بعد ما راح ريال مدريد. بس هو اللي شاف هازارد في البيك وفي البرايم بتاعه مرعب، مرعب بمعنى كلمه مرعب يعني. امبارح كان حاضر اول ماتش في الموسم لتشيلسي وتعادلوا. ليه الجماهير مثلا توتنهام ولا ارسنال ولا اي فريق ما بيحبش تشيلسي طلعوا يقولوا ها وش السعد هو هازارد اهو. يعني ما سمعناش ان حاجه اتقالت زي كده يعني، او ما انتشرتش على السوشيال ميديا. عشان هم هناك ما بيفكروش كده. هم هناك بيسفوا على بعض وبيتريقوا على بعض، بس كلها بتبقى كورة، ما بتبقاش ده حضر وش وحش وده اتصور خد لقطة. ف نعقل شوية يا جماعة، احنا رحنا في حتة صعبة قوي ومتسابين كده يعني البعض وتحصل خناقات وشتايم واهانات على السوشيال ميديا، وفي الاخر الموضوع مش مستاهل نهائي يعني.